اهلا بيكم في بأسهل طريقة مع مين. النهاردة هنعمل مع بعض الناتشز اللي باللحمة المفرومة والجبنة الموتزاريلا. حاجة كده تحفة ومن الاخر، ندفع فيها قد كده في المحلات والمطاعم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. على النار اللحمة المفرومة بتاعتي اللي هي فيها نسبة دهون، وهحط عليها حوالي بصلاية كبيرة مبشورة وشوية ملح كده حسب الرغبة طبعا، شوية فلفل اسود صغيرة كده يعني حوالي معلقة صغيرة، وهسيبها بقى على نار واطية من غير مادة دهنية زي ما احنا متفقين. مش هنحط مادة دهنية عشان الاكل يطلع خفيف كده ولطيف، وهنسيبها لما تتعصق. حابة تزودي بهارات من عندك، بس هو ده الاساسي، البصل والملح والفلفل الاسود. اللحمة عندي اتعصجت اهي ونشفت خالص زي ما انتوا شايفين، حتى الدهون اللي فيها تقريبا نشفت اهي. هحط لها معلقتين كبار من الصلصة وهقلب كويس جدا الخليط ده من غير ولا ميه ولا اي حاجه. وهو على النار هوطي جدا وهحط عليه جبنه موتزاريلا وهقلب علشان الجبنه تسيح. بصوا بقى الجبنه بتسيح ازاي. الحاجات دي يا جماعه بنشتريها غاليه جدا جدا في المطاعم، فليه ما نعملهاش في البيت ونوفر ويبقى الطعم في منتهى الجمال زي بره بالظبط، ويمكن احلى وانضف. هنحط بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا على الدوريتوس كده، حاجه يا جماعه تحفه. هنحط عليها ساور كريم وكمان شويه طماطم كده. الناتشز بتاعتنا بصوا الجمال بقى والحلاوه، حاجه تحفه كده ومن الاخر. ولا تقولولي مطعم ايه ولا محل ايه بيقدمها تحفه، لا هنعملها في البيت بمنتهى السهوله وبطعم خرافي. لازم تجربوها، وان جربتوها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يجيلكوا كل جديد. كمان ما تنسوش تبعتولي تعليقاتكم اللي انا بستناها عشان اعرف رايكم في اللي انا بقدمه. ودي كانت طريقه عمل الناتشوز باللحمه المفرومه والجبنه الموتزاريلا باسهل طريقه مع مين.